مدمن بوكر وخان صديقته الحامل وعلاقة غريبة لأمه. العديد من الأسرار في حياة نيمار بغض النظر عن مهاراته الاستثنائية في عالم كرة القدم وقدراته الفائقة على الغطس كما يتهمه المنتقدين، إلا أن نيمار لديه الكثير من الأسرار الأخرى في حياته. النجم البرازيلي الذي بدأ مسيرته الكروية في سانتوس قبل الرحيل لصفوف برشلونة ومنه إلى باريس سان جيرمان يعتبر من أهم أبناء جيله مهما تعددت الأسباب. نيمار أثار الجدل كثيرا داخل الملعب وخارجه، لذلك قررنا استعراض أهم الكواليس التي قد لا تكون معروفة بالشكل الكافي للجماهير. علاقة نيمار بوالديه. لا شك أن علاقة نيمار بوالده أقوى بكثير من علاقته بوالدته. على الصعيد العملي فوالده هو وكيل أعماله وهو مهندس صفقاته الأول، كما أنه من وجهه للعب كرة القدم خاصة وأنه كان لاعبا قبل أن يعتزل بسبب حادث سيارة. والدة نيمار غير راضية كثيرا عن تواجد ابنها في باريس سان جيرمان، ففي عام 2018 صرحت لصحيفة ABC الأسبانية وقالت أنها تحثه على مغادرة الفريق الفرنسي، لكن الوجهة التي تريدها له هي ريال مدريد الذي تشجعه. كان على أعتاب ريال مدريد. النجم البرازيلي كان على وشك التوقيع لريال مدريد عندما كان عمره 14 عاما، حيث خاض تجربة مع النادي الأسباني في 2013 ونجح فيها بجدارة. نيمار كان عليه الاختيار وقتها ليقوم بتفضيل الانضمام إلى برشلونة في واحدة من أهم الصفقات في تاريخ النادي الكتالوني. عرض غير متوقع. موهبة نيمار ظهرت بوضوح عندما كان في سن صغير جدا عام 2010، لذلك قام نادي ويست هام بمحاولة جديدة للحصول على خدماته. الهامرز تقدموا بعرض وصلت قيمته إلى 12 مليون جنيه استرليني، ولكن تم رفضه على الفور، وظهرت بعدها العديد من العروض الأخرى من تشيلسي وكبار أوروبا. أبوة مبكرة. نيمار أصبح أبا في سن صغير جدا عندما كان عمره 19 عاما فقط، حيث رحب وقتها بطفله ديفي لوكا قبل انضمامه بشكل رسمي إلى برشلونة. ويستعد البرازيل لاستقبال الطفل الثاني له خلال بضعة أشهر بعدما أعلنت صديقته الحالية أنها حامل في طفل آخر. ينتهك قواعد البيئة. ذكرت تقارير صحفية خلال هذا الشهر أن السلطات البرازيلية وقعت غرامة مالية على نجم باريس سان جيرمان، وجاءت العقوبة ضد نيمار بسبب التغييرات التي أجراها في منزله وانتهاكه للقواعد البيئية واللوائح المحلية. وفقا لشبكة سكاي نيوز فإن نيمار سيسدد غرامة مالية بمبلغ 2.6 مليون جنيه استرليني بسبب انتهاكه القواعد البيئية لمنزله الفاخر الجديد الواقع في منجرتيبا البرازيلي. خان صديقته أثناء حملها. وجه نيمار اعتذارا مفاجئا إلى شريكته برونا بيانكاردي بسبب خيانته المزعومة التي ظهرت أخبارها في البرازيل. دون الإشارة إلى الأخبار المنسوبة إليه، حاول نيمار تبرير ما لا يمكن تبريره، مؤكدا أنه شاهد مدى المعاناة التي تعرضت له شريكته. رحلة فريدة من نوعها. نيمار خرج مؤخرا للإعلان عبر موقعه الرسمي عن رحلة ضخمة من 26 إلى 29 ديسمبر 2023 لإتاحة الفرصة لجماهيره للمشاركة في احتفالات نهاية العام لمدة 3 أيام من الحفلات الموسيقية والأنشطة الصاخبة. الرحلة أثارت حالة من الجدل حيث تحمس لها البعض وهاجمها البعض بسبب طبيعة الاحتفالات الصاخبة التي يقيمها نيمار. والدته ارتبطت بشاب أصغر منه. والدة نيمار أثارت حالة من الجدل مطلع شهر إبريل في عام 2020 بعد إعلانها الارتباط بشاب يبلغ من العمر 23 عاما والذي يصغرها ب 29 عام. صحيفة ماركا الأسبانية كشفت عن مفاجأة صادمة بانتهاء العلاقة بشكل سريع بعد اكتشاف والدة نيمار معلومات جديدة عن صديقها دفعتها لهذه الخطوة، وجاء ذلك بعدما علمت نادين بأن تياجو ثنائي الميول الجنسية، حيث سبق قيامه بعلاقة عاطفية مع نساء ورجال، كذلك منهم طباخ نيمار الخاص، وهو الأمر الذي لم تتقبله صاحبة ال 52 عاما. يدمن البوكر. غاب النجم البرازيلي نيمار عن احتفالات فريقه باريس سان جيرمان بلقب بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم بسبب لعبه للبوكر. ووفقا لصحيفة سبورت شوهد البرازيلي في كازينو وهو يلعب لعبة البوكر في نفس الوقت الذي خاض فيه فريقه باريس سان جيرمان مباراة تحديد اللقب ضد ستراسبورغ. وهو المعروف أن نيمار يستمتع بلعب البوكر خلال فترة أجازته، حيث يقوم ببث مباشر منتظم عبر الإنترنت. وكشفت صحيفة ديلي إكسبريس أنه تم دعوة العديد من أعضاء الفورمولا للعب مع نيمار الذي كان نجم السهرة، وقد كان وجوده مفاجئا بعد أن خسر ما يقدر بنحو 880 ألف جنيه استرليني مليون يورو وهو يلعب البوكر في مارس الماضي، حيث صور نفسه وهو يبكي بشكل ساخر في بث مباشر عبر الإنترنت. شقيقته ولعنة أعياد الميلاد. اعتادت الجماهير في السنوات الأخيرة أن يتعرض نيمار دا سيلفا إلى إصابة يبتعد من خلالها عن الملاعب خلال فترة عيد ميلاد شقيقته رافائيلا. عيد ميلاد رافائيلا يأتي في 11 من مارس بكل عام، ونيمار دائما في نفس التوقيت إما يتعرض إلى الإصابة أو الإيقاف، وتحديدا منذ موسم 2014. ليس سرا أن نجم باريس سان جيرمان قريب من أخته بشكل لا يصدق، لدرجة أن المهاجم البرازيلي يمتلك وشما على ذراعيه يحمل صورة وجهها. مؤسسة خيرية. نيمار قام بإنشاء مؤسسة خيرية في البرازيل في عام 2014، وذلك من أجل مساعدة الأطفال المحرومين الذين يعيشون في برايا جراندي ساو باولو بالقرب من مسقط رأسه. وتعمل شقيقته رافائيلا على مساعدة صاحب ال 31 سنة خلال إدارته لهذه المؤسسة خلال انشغالاته بمسيرة كرة القدم. خسائر بسبب قرض. نيمار يعتبر أحد أعلى اللاعبين أجرا في العالم من حيث الراتب وعقود الرعاية والأموال القادمة بعيدا عن الملعب، لكن هذا الأمر لم يمنع النجم البرازيلي من الاستثمار بمجال آخر. مهاجم باريس سان جيرمان خرج لعشاقه في 20 يناير 2020 ليعلن الدخول في عالم العملات الإلكترونية والرموز الرقمية لجلب
للمزيد من الارباح لحسابه البنكي ليسير على خطى مجموعه من كبار المستثمرين في العالم. صاحب ال 30 سنه قرر انفاق اكثر من $1,000,000 على الرموز الرقميه، وانضم الى نادي اليخوت بورد ايب، حيث قام بتغيير صوره حسابه الشخصي على موقع تويتر واستبدالها باستخدام الرمز الرقمي بورد ايب 6633 والذي يظهر فيها صوره قرد يشعر بالملل. ووفقا لموقع اوبن سي فان نيمار دفع 159,990 اثيريوم عمله رقميه معروفه من اجل شراء هذا الرمز بما يعادل $489,489 امريكي وقتها، ولكن هذا الرمز ليس الوحيد الذي اشتراه نيمار، حيث يمتلك ايضا ايب 5269 وهو رمز اخر دفع فيه 189.69 اثيريوم بما يعادل اكثر من $580,000. ضربه قويه تلقاها نيمار. وفقا لما نشره موقع كريبتو بوتيتو في اكتوبر الماضي، تعرض نيمار لخساره كبيره تصل الى $700,000 بسبب انهيار سعر عملته، بينما خسر مغني الراب الشهير امينيم اكثر من $300,000. وفي النهايه نيمار موهبه استثنائيه مش موجوده في العالم، بس تصرفاته خارج الملعب اثرت عليه. نيمار كان ممكن يبقى في مكان تاني جري ورا الفلوس، وممكن يكون في اسباب تانية محدش يعرف. دي كانت شويه اسرار من حياه نيمار الغريبه المثيره للاهتمام، ودايما معانا في حكايات تانية. اشوفك في حكايه جديده. سلام يا صاحبي.